التألق اللافت اللي بيعمله اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان بيقربه من جائزة الكرة الذهبية. طبعا زي ما احنا عارفين ان عثمان ديمبلي عامل مجهود وأداء يعني غاية من الروعة والجمال مع باريس سان جيرمان في المباريات اللي لعبها. عايز اقول لك ان ديمبلي حقق مع باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي وكاس فرنسا وكمان دوري أبطال أوروبا، وبالمناسبة هو أخد أحسن لاعب في دوري أبطال أوروبا. كمان عثمان ديمبلي قدر ان هو يسجل مع باريس سان جيرمان 33 هدف و15 اسيست، وده في كل المسابقات اللي لعبها مع باريس سان جيرمان. وقدر كمان ان هو يقود فريقه في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية. كل الإنجازات والبطولات اللي بيحققها بتقربه ان هو ياخد جايزة الكرة الذهبية وأحسن لاعب في العالم. كمان الخلطة السحرية اللي عملها إنريكي مع عثمان ديمبلي، وقدر ان هو يحول مركزه من الجناح الأيمن إلى مهاجم وهمي، وده اللي خلى عثمان ديمبلي يتألق ويحرز أهداف الحقيقة، وعامل مجهود كبير جدا جدا، ومن اللعيبة البارزة في باريس سان جيرمان.